ألا يا لقوم هل لما حم دافع وهل ما مضى من صالح العيش راجع. تذكرت عصرا قد مضى فتهافتت بنات الحشا وانهل مني المدامع. صبابة وجد ذكرتني أحبة وقتلى مضوا فيهم نفيع ورافع. وسعد فأضحوا في الجنان وأوحشت منازلهم والأرض منهم بلاقع. وفوا يوم بدر للرسول وفوقهم ظلال المنايا والسيوف اللوامع. لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. ونعلم أن الملك لله وحده وأن قضاء الله لا بد واقع. يقول حسان بن ثابت: وما اهتز عرش الله لموت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ثوب من حرير، قاموا الصحابة يتلمسون الثوب وتعجبون منه، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: وتعجبون من ذلك؟ قلنا نعم. يقولون الصحابة، قال: إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من ذلك. تخيل، مناديل سعد بن معاذ خير من ثوب الحرير. سعد بن معاذ تصور أنه أسلم وعمره 31 سنة وتوفي وعمره 37 سنة، 6 سنوات فقط. اهتز لموته عرش الرحمن وحضر جنازته 70,000 ملك لم ينزلون الأرض من قبل. سعد بن معاذ يوم أسلموا قومه كلهم وراءه من إسلامه. طبعا قصة إسلامه عجيبة، لكني بحاول ألخصها لكم. سعد بن معاذ كان في ناديهم قبل إسلامهم. طبعا من أول من هاجر إلى المدينة مصعب بن عمير رضي الله عنه، هو من قريش. أول من هاجر إلى المدينة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويفقههم في الدين. وكان أحد الأربعة اللي استشهدوا في بدر، في أحد. كان أحد الأربعة اللي استشهدوا في أحد من ضمن الأربعة المهاجرين رضوان الله عليهم جميعا. كان مع مصعب بن عمير أول من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أسعد بن زرارة، وهو يصير ابن خالة سعد بن معاذ سيد الأوس. كان مع مصعب بن عمير. طبعا أسعد بن زرارة من الأنصار ومصعب بن عمير من المهاجرين أو من قريش. فكانوا الاثنين جالسين يقرؤون القرآن ويدعون الناس للإسلام. في الجانب الآخر كان من؟ سعد بن معاذ، وكان مع ناس من قومه ومن ضمنهم أسيد بن حضير رضوان الله عليهم كلهم، طبعا أسلموا. فقال سعد بن معاذ يكلم أسيد بن حضير، قال: ما سمعت بخبر ذولا؟ قال: لا. قال: افقم لهم ونهم واسجرهم عن ذلك، لأنهم سفهوا أحلام صغارنا ضعوفنا. والله لو ما أسعد بن زرارة ابن خالتي إني لا أكفيك ذاك العمل، ما ودي أخذ وجه الخلاقة معه واخطي عليه وهو قريب لي، لكن أنت رح. قال: وزهلهم. خذا اللي هو أسيد بن حضير حربته وانطلق لين جاء عند الاثنين اللي هم من؟ أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير. قال أسعد بن زرارة ومصعب: قال: هذا سيد قومه فاصدق الله فيه. قال: إن كلمني كلمته. يوم حضر، قال مصعب بن عمير: قال: إن كلمني كلمته. في يوم حضر عندهم أسيد بن حضير، منشحن منضغط، قال: وما تنتهون عن ذلك؟ ما تتركون العمل اللي أنتم فيه؟ فرد عليه مصعب بن عمير بالكلمة الطيبة، بالكلمة اللي تلين القلوب. قالوا: إلا تسمع. قال: اسمع إيش؟ قال: اسمع منا، إن عجبك كلامنا فاقعد، وإن ما عجبك إن كرهت كلامنا فاترك ما أنت كاره. قال: كذا أنصفت، هاسلم علمنا وش عندكم. قاموا قروا عليه القرآن وعلموه بالدين. قالوا: والله نحن عرفنا الإسلام في وجهه قبل ما ينطق به. قالوا: اللي يبغى يدخل الإسلام كيف يقول؟ قالوا: يقوم يتطهر ويغسل ثيابه ثم يتشهد ويصلي ركعتين. فعلها أسيد بن حضير، ثم خذ حربته وعود على ناديه عند سعد بن معاذ والقوم اللي معه. في يوم أقبل يشبح فيها، يطالع فيه سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال: والله لقد عاد بغير الوجه الذي ذهب به. يعني الرجال أسيد بن حضير ما هو بنفس اللي راح من عندنا، ما هو بياه. رجع قال: بشر، ايش اللي صار؟ قال: ابشرك الامور كلها طيبه، ورحت لهم وكلمتهم وقالوا: ابد، بننتهي عما كنا نفعل. مره احنا كنا مخطئين، ولكن يا اخي يوم كني راجع سمعت من بني الحارثه وهم بطن من بطون الاوس، مثل ما
سعد بن معاذ من بني عبد الأشهل. قال سمعت منهم يوم دروا أن أسعد بن زرارة ابن خالد أنهم بيروحون يقتلونه هو ومصعب بن عمير عشان يغلونك، عشان يقهرونك. قال كيف يقولونه؟ قال لي خذ حربته وانطلق. سعد بن معاذ قد الدعوة حمية مع دعوة دي، انطلق لين حضر عند الاثنين، عند أسعد بن زرارة، عند مصعب بن عمير. لهم جالسين ومطمنين ودعوة بخير ولا فيها شيء. قال ما سمعتوا بالخبر؟ قالوا لا ولا في شيء، الحمد لله الأمور كلها طيبة. قالوا ما تنتهون عن الفعل اللي أنتم فيه، ما تتركون اللي أنتم تقولون. قالوا ولا فاسمع. طبعا كلم أسعد بن زرارة، كلم مصعب بن عمير يوم عاد سعد بن معاذ مقبل. قال جاءك سيد قومه فاصدق الله فيه، فإن أسلم أسلموا قومه من وراءه كلهم. كلمه مصعب بن عمير بالكلمة الطيبة. قال فقعد، إن سمعت منا ما يعجبك فكان بها، وإن لم تسمع ما يعجبك فاترك. قال نسمع. قرأوا عليه القرآن وعلموه. قالوا كيف؟ قالوا والله نحن عرفنا الإسلام في وجهه. فأسلم سعد بن معاذ، وقالوا له تطهر وتغسل ثيابك وتشاهد وصل لك ركعتين افعل. في يوم أسلم سعد بن معاذ وقد هو راجع شافه أسيد بن حضير وهو في ناديهم. قال والله لقد عاد سعد بغير الوجه الذي ذهب به، نفس ما قال له سعد في الراحة. شوف سعد بن معاذ، طبعا قصة موته انه في معركة الخندق او غزوة الخندق، معركة الاحزاب، رماه واحد بسهم اسمه ابن العريقة، حتى يوم رماه قال خذها مني وانا ابن العريقة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عرق الله وجهه في النار. وين اصاب سعد بن معاذ؟ اصابه هنا في الاكحل، عرق الاكحل. فحسمها الرسول بالنار، حسم يد سعد بن معاذ عشان يوقف النزيف، فانتفخت يد سعد بن معاذ والنزيف ما وقف. حسمها الرسول صلى الله عليه وسلم ثاني مرة. فقال سعد بن معاذ قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة اليهود. ليه؟ لأنهم نقضوا العهد اللي بينهم وبين المسلمين اليهود. خلنا نرجع شوي للماضي. قبل ما يبعث رسول الله كانوا اليهود هم السبب الرئيسي في أي حرب تقوم بين الأوس والخزرج. تخيل أنهم يعني حتى كانوا يتهددون الأوس والخزرج ويقولون سيبعث فينا نبي وسوف نقتلكم قتل عاد، لأن النبي هذا بيكون منا. في يوم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم واسمعوا كلامه الأوس والخزرج، قالوا والله إن هذا النبي الذي يهددون به اليهود، فدعونا ندخل في دينه قبل ما يسبقونا. اليهود عليهم غضب الله. في أي معركة تقوم يعني وهم في المنطقة هذه تلقاهم السبب الرئيسي، هم أول من قام بالفتنة. حتى لو تنظر للوقت الحالي الحين الحرب العالمية الأولى الثانية هم اليهود السبب. الحرب العالمية اليهود بيكونون السبب، الرابع اليهود بيكونون السبب. هذا طبعا فيهم نجاسة، فيهم خبث، هم المسؤولين عن جميع المشاكل اللي تدور في الأرض. راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وحاصروا بني قريظة. قالوا الحكم كيف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم احكم يا سعد بن معاذ. حكم عليهم سعد بن معاذ على اليهود الخونة أن تقتل مقاتلتهم، يقتل رجالهم، وتسبى نسائهم، وتوزع أموالهم على المسلمين. فانقتل فيهم من ذاك اليوم 400 رجل من اليهود. دعاء سعد بن معاذ رضي الله عنه اللي كان سبب استشهاده. تعرفون بعد غزوة الخندق وغزوة الأحزاب دعا سعد بن معاذ دعوة كانت هي السبب في استشهاده. وفيما معنى دعاه يقول اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهدك فيه من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإن بقي من حرب قريش شيئا فابقني أجاهدهم فيك. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم ففجرها واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبتي. تعرفون الجرح منتفخ لكن توقف عن النزيف. في بعد ما قال الدعوة ذي انفجر جرحه واستشهد رضي الله عنه وارضاه. غزوة الخندق متى كانت؟ العام 5 للهجرة. سعد بن معاذ يوم حضر الرسول صلى الله عليه وسلم
جنازته كانت أم سعد بن معاذ ترثي ولدها سعد، فتقول ويل أم سعد سعدا صرامة وجدا إلى آخر ما قالت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا أم سعد. في موته اهتز عرش الرحمن ونزل أو شيع جنازته 70,000 ملك لم ينزلوا الأرض من قبل، فرضي الله عنه وعن جميع الصحابة، والسلام عليكم.